استدعت تونس السفير الجزائري طلبا للتوضيح إثر مقتل صياد تونسي برصاص الدرك الجزائري بالمياه الإقليمية التونسية. السلام عليكم. بلا شك كلشي شاف الفيديو اللي وقع للوليدات في السعيدية اللي قتلوهم دوك الأوباش بدم بارد. هو نيس نفس الفعل وقع قبل أيام أو شهور، ما عنديش علم بذلك. وقع البحار التونسي، يعني اللي دخل عندنا كنسالو معاه. وبسبب هادشي اللي وقع للشباب المغاربة حامل الجنسية الفرنسية، بريطانيا اعلنت انها رعاياها ما يوصلش ديك الحدود، يعني ولينا كوريا الشرقية. شوفوا هاد الفيديو وخلوا اراءكم، هادشي محزن بزاف وخصو يسالي في اقرب وقت. استدعت تونس السفير الجزائري طلبا للتوضيح إثر مقتل صياد تونسي برصاص الدرك الجزائري بالمياه الإقليمية التونسية. جد الحادث صباح الخميس في عرض سواحل مدينة طبرقة بالشمال الغربي التونسي، حينما وجهت قوات الدرك البحري الجزائري طلقات للربان ماهر البريكي ذو 33 من العمر أدت إلى وفاته. حادثة صادمة تفاعل معها المجتمع المدني. نطالبوا بتحقيق تحديد المسؤوليات لكل من السلطة الجزائرية وخاصة زادت السلطة التونسية، وتوضيح زاد الأهم حاجة، على خاطر اليوم الحادثة هذه تكررت مش أول حادثة، وفما حوادث أخرى زاد راهي صايرة في البحر معناتها كيف ما الهجرة والإرهاب، وخاصة وأن تونس والجزائر عندهم اتفاقيات، معناها كنا نأمل أنه في الاتفاقيات هذوما تصير تحديد لها المسائل هذية. الاتحاد الجهوي للفلاحة بولاية جندوب التابع لأكبر مركزية للفلاحين التونسيين استنكر الحادث ورفض لجوء الدرك الجزائري إلى السلاح. الاتحاد الجهوي للفلاحة طالب بفتح تحقيق دولي في ظل معلومات لديه تقول إن الهالك قد تلقى 5 طلقات استقرت إحداها في قلبه. هذه يدخل في نطاق معناها ربما تقع مفاوضات ما بين تونس وما بين الدول المجاورة، الجزائر، ليبيا، إيطاليا، معناها لإيجاد حلول اليوم وإعطاء الإمكانية للصيادين معناها في كامل البلدان هذه أنه تعمل بدون أن تكون هناك عليهم معناها ضغوطات أو تعامل في شدة، وساعات يقع معناها حجز معناها حتى المراكب نتاعهم وإيقاف الصيادين. ننتظر تحقيق ويجب يكون جدي ومسؤول، ونقفوا معناها على خلفيات هذه الحادثة ومن تحدد المسؤوليات من وراها. تعددت المضايقات للصيادين التونسيين خلال السنوات الأخيرة خصوصا على السواحل الإيطالية والجزائرية. حادث طبرقة مأساة حقيقية لما يعانيه البحارة التونسيون. التحقيق وتحديد المسؤوليات في مقتل الصياد ماهر البريكي على سواحل مدينة طبرقة هو ما يطالب به الجميع. تكرار الاعتداءات على الصيادين التونسيين خلال السنوات الأخيرة يمثل مأساة حقيقية. فتح الفالحي.